أحمد حلمي في فيلم صايع بحر، يعني أكلمك عن حنتيرة اللي ممكن تشوفه واد صايع بحر زي ما أبوه قال له في الفيلم، ولا حنتيرة اللي ممكن تشوفه أنت أو صاحبك أو أخوك الكبير اللي كان عنده أحلام وطموحات وما تحققش منها أي حاجة. حنتيرة هو مش مجرد شخصية اتقدمت في فيلم والسلام، بالعكس الشخصية دي واقعية جدا، واقعية قوي يعني، لأننا بنشوف حنتيرة في فيلم صايع بحر مش البطل الخارق، ده كان شخصية حقيقية جدا، وده بنشوفه في مشاهد كتير مع البنت اللي كان بيحبها وهي ما حبتوش، لان هي برضه مش حابه ان هي تكمل معاه عشان هو شخص فقير. وحتى لما حب واحده وهي كمان حبته، كان في حاجات كتير دايما معطله جوازهم، وهي الفلوس طبعا. الغريبه بقى ان الفيلم ده كان في سنه 2004، ورغم كده هو فيلم واقعي جدا وسابق عصره، وده لأن الفيلم ما اتكلمش عن البطل السوبر هيرو أو الخارق للطبيعة زي ما بنشوف في الأفلام دلوقتي اللي بيضرب كل الناس ومحدش يقدر يجي عليه أبدا. لا بالعكس، فيلم صايع بحر حنتيرة بيتضرب عادي في الترام لما كان بيعاكس المزة. ومن المشاهد اللي كانت بتتكلم عن ان حد كان عنده حلم ان هو يبقى ناجح ومعاه فلوس كتير ويشتغل الحاجة اللي هو عايزها، وفجأة بيعمل حاجة هو مش بيحبها وعمرها ما كانت من أحلامه أصلا. هو مشهد حنتيرة لما كان بيتكلم مع أصحابه عمدة وهيمة، فجأة المشهد ده تحسه إن هو قلب على تراجيديا قوي، واقعي جدا يعني. يا نقضيها صبر وحلال، يا نروح نشتغلوا في المخدرات مع المعلم شهاب. وده لما بتلاقي كل واحد فيهم شغال شغلانة غير اللي هو حلم بيها. حنتيرة مثلا بياع سريح، وعمدة شغال سفراجي، وهيما مراقب شط. ومن المشاهد اللي كانت برضو بتتكلم عن الواقع الصعب هي مشهد أم نعمة. انت لو ركزت مع أحمد حلمي في المشهد ده هتلاحظ ان أحمد حلمي كان بيمثل بعينه، وكأن هنا عايز يوصل لك ان هو قليل الحيلة، مش عارف يعمل ايه يعني. عادي هيقول لها هاتي الدبلة. في مشاهد تانية برضو ممكن انت تشوفها كوميدية بس هي مش كوميدية خالص، زي مشهد حنتيرة لما راح عند ميرت وقال لها يا ميرت يا خاينة، وأمك ما تقولش لأ، عيلتك ما تقولش لأ. يعني سوري اندمجت شوية يعني. ولكن لو ركزت شوية المشهد بعد ما رمت له الدبلة انت بتشوف حزن السنين طالع من حنتيرة أصلا. حزين بقى على الوقت اللي ضيعه معاها وعلى الدباديب اللي جابها لها وعلى كل حاجة عملها لها وهي في الآخر أصلا ما بتحبوش. أنا نفسي كمشاهد زعلت عليه أصلا. أحمد حلمي يمكن يكون قدم أفلام تانية كتير، في منها اللي كان حلو جدا وفي منها برضو اللي ما كانش بمستوى أفلام أحمد حلمي، ولكن فيلم صاع بحر أنا بشوفه من أفضل أفلام أحمد حلمي، والفيلم ده مش واخد حقه خالص. وفي ظل معاناة البطل دي كلها انت كنت بتضحك، كنت بتقول ان الفيلم ده كوميدي يا عم ويلا وفكاهة كده وبسيط، لكن الفيلم فيه عمق اكتر من ان هو يكون فيلم بسيط ويعدي والسلام يعني. كمان في جانب كوميدي كويس جدا في الفيلم ده كان بيضحكني طول الفيلم يعني، وهو لطفي لبيب وسعاد نصر الله يرحمها، كانوا عاملين ثنائي رائع في الفترة دي يعني. خصوصا في المشهد اللي لما حنتيرة راح تقدم لنعمة، المشهد ده بيضحكني جدا يعني. أستاذ أحمد راتب بقى في الفيلم ده كان الجزء اللي كان الشباب دول بيروحوا يفضفضوا عنده بكل حاجة بتحصل لهم، يعني هم الأسبوع كله بيروحوا يرموه عند الراجل ده، والراجل ده أصلا عنده بلاوي الدنيا. يعني هنا المخرج والكاتب عايزين يعرفوك إن حتى الملجأ الوحيد اللي بيلجأوا له الشباب دول مش مثل أعلى يعني يحتذى به في كل حاجة. أنا مش عارف يحتذى به دي قلتها إزاي، بس ماشي عديها يا عم. ولكن اللي بيحصل بقى ان الشباب دول بيغيروا فؤاد التربي ده وبيخلوه يطلع من القوقعة اللي هو فيها دي وبيرجع تاني يدافع عن حنتيرة لما حنتيرة بيتسجن. الفيلم كله على بعضه كتركيبة حاسس ان كل ممثل محطوط في مكانه. استاذة خيرية احمد كانت محطوطة في مكانها المظبوط جدا، الام اللي هي ماشي عايزة تتجوز بنتها وكل حاجة، ولكن مش عايزة حنتيرة يقعد كده من غير فلوس ويقعد يعشمها على الفاضي. فيلم صايع بحر كان من تأليف بلال فضل اللي بشوفه ألف الفيلم ده بحرفية شديدة جدا. وعلى فكرة المؤلف ده ليه مؤلفات تانية برضو حلوة جدا، ومعظم مؤلفاته بتروح لاسكندرية شوية، يعني هو اللي ألف بلطية العايمة مثلا، وهو اللي ألف مسلسل الهروب، وهو اللي ألف 18 يوم لأحمد حلمي برضو، وخارج على القانون وحاحة وتفاحة. يعني المؤلف ده مؤلف جميل جدا، مش عارف ليه ما بيشتغلش دلوقتي حاجات كتير. يعني آخر حاجة شفناها للمؤلف ده كانت الأخت تريس في سنة 2012، بعد كده ما شفناهوش في حاجة تانية قريب. طب اقول لك على حاجه كمان، المؤلف ده هو اللي الف خالتي فرنسا والف كمان حراميه في كي جي 2. معظم الافلام اللي علمت معانا المؤلف ده هو اللي عاملها. ده الباشا تلميذ مثلا هو اللي مؤلفه برضه. ده غير بقى ابو علي ووش اجرام وواحد من الناس وعلي سبايسي وحاجات تانية كتير جدا. يعني تقدر تقول نص الافلام اللي علمت معانا في فتره الالفيه دي المؤلف ده هو اللي مؤلفها، مش عارف ليه ما بيشتغلش الحقيقه. اما بالنسبه بقى للمخرج، فالمخرج اللي اخرج الفيلم ده هو المخرج علي رجب، واللي برضه قدر ان هو ياخد الفيلم ده من كادرات رائعه جدا وحلوه جدا.
لو انت ما اتفرجتش على فيلم ساعة بحر فانت فايتك كتير ان انت تتفرج على الفيلم ده. هتتفرج على اسكندرية بكل حاجة فيها وكل تفاصيلها اول حاجة، بعد كده هتشوف قصة حلوة جدا من المؤلف، كمان من المخرج اللي قدر ان هو يطلع لنا عمل رائع زي العمل ده. شخصية حنتيرة دي هي شخصية عميقة فعلا، شخصية ليها بناء درامي كويس، وعشان كده الفيلم ده لو اتذاع قدامي كل يوم برضه هشوفه بنفس الشغف اللي شفته بيه اول مرة. يمكن عشان الفيلم فعلا خالي من الملل، او يمكن عشان الفيلم واقعي زيادة عن اللزوم، ويمكن برضه عشان اتصور في اسكندرية اللي انا منها.